كم مرة شفت مطعم زحمة والناس واقفة عليه طوابير، وبعد شهرين تلاتة تبص هوب المكان ده قفل، وتيجي تسأل هو قفل ليه يا جماعة؟ يقول لك أصل بيخسر ده كان زحمة جدا. الموضوع في حاجة اسمها محاسبة التكاليف. لو أنت أول مرة تسمع المصطلح ده أو سمعته ومش فاهم هو بيتكلم عن إيه، فتعالى أقول لك إيه هي محاسبة التكاليف. أنا اسمي عادل، محاسب تكاليف، اشتغلت في مطاعم كتير، مطاعم شاورما، مطاعم بيتزا، مطاعم مكرونات، برجر، وشفت مطاعم كتير بتكسب ومطاعم كتير بتخسر. والفرق بينهم مش الطعم ولا الخدمة ولا الديكور ولا الموقع ولا الكلام ده. الفرق ما بينهم إن أنت مش إزاي بتبيع أو بتبيع بكام، الفرق أنت بتتكلف كام. فكل صنف انت بتبيعه ممكن تبقى فاكر نفسك ان انت كسبان وانت مش كسبان فيه، انت خسران فيه. تعال اديكم مثال. مثلا ممكن واحد في مطعم، صاحب مطعم، بيبيع صنف معين، سندوتش معين، بيبيعه مثلا ب 50 جنيه، وفاكر نفسه ان السندوتش ده مكلفه 30 جنيه. هو في الحقيقه غير كده، لو حسب الخامات وحسب الهدر وحسب الكهرباء والغاز والعماله والمرتبات والايجارات، هيلاقي نفسه ان الساندوتش ده مكلفه 60 جنيه مش 30 جنيه. فهو فرحان ان هو عمال يبيع منه كتير، وهو في الحقيقه هو اصلا بيخسر منه كتير جدا. يعني يا عم عادل بقى، ايه محاسبه التكاليف دي؟ ما صدعناش ولا توجع دماغنا. ايه يعني بتعمل ايه يعني محاسبه التكاليف دي؟ محاسبه التكاليف دي مش محاسبه بتاع دفاتر وقيود وحسابات وميزانيات والكلام ده. محاسبه التكاليف دي طريقه تفكير. كل صنف ليه تكلفة، كل جرام محسوب، كل هدر ليه تمن. ما بنشتغلش بالتقريب احنا وبنقولش اصل حوالي واصل تقريبا واصل رشة ملح شوية فلفل نحط شوية خضار. لا، كل حاجة لازم تبقى محسوبة. وعلى رأي المعلم عبد الغفور البرعي، قال لك ايه اللي يحسب الحسابات في الهنا يبات. فمن اكتر الغلطات اللي بتقع فيها المطاعم او صحاب المطاعم ان هم ما عندهمش ريسيبل معين، ما عندهمش وصفة للمنتج بيتكون من ايه، جراماته قد ايه، كمياته قد ايه. فبيسعر عشوائي. هو مثلا الساندوتش ولا الشيف ولا البيتزا ولا اي صنف، هو بالتقريب كده يقول لك احنا هنبيعه بكذا. هو مش عارف اصلا تكلفته كام. لحد دلوقتي في ناس فاكرة ان الكاش اللي في الدرج ده هو ده المكسب. انا والله ده انا بعت بكذا واشتريت بكذا، اتبقى معايا كذا، هو ده مكسبي. طب هل ده مكسبك فعلا؟ ولا انت كده بتخسر؟ ولا انت عليك فلوس؟ ولا انا يا جماعه افضل تقول انا ببيع كتير؟ ببيع كتير، انا ببيع كتير كل يوم، وفي الاخر الشهر بعد ما ادفع كل التزاماتي الاقي نفسي ان انا بدفع من جيبي وخسران. طب انا بسرق؟ طب الناس دي بتضحك عليا؟ طب ايه الغلطه فين؟ تقعد تدور وتدور وتلف، وفي الاخر الموضوع ان انت مش مكلف المنيو بتاعك صح، ومش عامله بطريقه علميه وبطريقه ازاي محسوبه، وازاي تبقى انت عارف تسعر المنتج بتاعك ازاي. في القناه ديت هنعلمك ازاي تكلف الاصناف خطوه بخطوه. هنشرح شيتات اكسل بسيطه جدا ما فيهاش اي تعقيد. هتعلمك ازاي تعمل تكاليف اي منيو، اي صنف، اي حاجه بتتباع، ازاي تعمل تكاليفها بطريقه بسيطه جدا. هنحل مشاكل مطاعم او اي مشاكل في مطاعم لو تتبعت لي هنفضل نحلها مع بعض بسهوله جدا. فلو انت عندك مطعم او ناوي تفتح مطعم او انت محاسب وعايز تعرف يعني ايه محاسبه التكاليف، فالقناه دي هتفيدك جدا. اشتركوا فيها عشان الفيديوهات الجايه هنعمل شرح عملي بطريقه بسيطه جدا، وهنعمل شيتات اكسل بطريقه سهله وما فيهاش اي تعقيد وما فيهاش اي كلكعه. فالفيديو الجاي هنتعلم مع بعض ازاي تحسب تكلفه اي صنف في اي منيو بطريقه بسيطه وسهله مش معقده، بشيت بسيط اي حد حتى لو لسه ما يعرفش يعني ايه تكاليف او مش متعمق قوي في الموضوع يقدر يحسب الموضوع بطريقه بسيطه. فان شاء الله القناه دي تبقى قناه مفيده جدا لاصحاب المطاعم والمديرين المطاعم ومحاسبين المطاعم، عشان تعلمهم يعني ايه، ازاي احسب تكليف الصنف، وازاي ان انا ما بيعش بخساره، وازاي ان انا اسعر منه. فنشترك في القناه، واللي عاجبه الفيديو يعمل لايك للفيديو ونشترك في القناه ديت عشان ان شاء الله هتفيد ناس كتير قوي. شكرا.